تجاوبا مع الدعوة إلى الإضراب العام الذي تتناقله مواقع مصرية على شبكة الإنترنت. وقال عاكف في بيانه إن الإخوان يقفون مع حركة الاحتجاج السلمي التي تطالب بحل ما وصفها بالأزمات ومواجهة الأوضاع المتردية التي يعاني منها الشعب حسب تعبيره. ويذكر أن 4 مايو يصادف عيد ميلاد الرئيس المصري حسني مبارك. ومعنا من القاهرة محمد البلتاجي أمين عام الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين. سيد بلتاجي، ما الذي يفسر تغير موقف الإخوان من موضوع الإضراب؟ في إضراب 6 أبريل الماضي رفضتم المشاركة، ما الذي تغير الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أؤكد أن في إضراب 6 أبريل لم يرفض الإخوان، لم يدعو الإخوان إلى عدم المشاركة، لكن كان الإخوان مؤيدون من حيث المبدأ لحق الشعب المصري في الاحتجاج السلمي الحضاري ضد الفساد والاستبداد الذي استشرى في الحياة المصرية بصورة يعني تكاد تؤدي إلى حالة الانفجار العام، والإخوان لا يريدون الوصول بالمجتمع المصري إلى هذه الحالة. نحن نتحدث عن رسالة احتجاج سلمي حضاري. كان الإخوان يؤيدون من حيث المبدأ، لكن كان هناك تخوف حيث لم تكن القوى الداعية لإضراب 6 أبريل يعني تتحدث عن وسائل وآليات محددة، فكنا نخشى أن يعني تجر الجماهير إلى حالة من الفوضى أو الفلتان أو الشغب، يعني تستغل ضد أو تحاول أن تشوه صورة الاحتجاج السلمي الحضاري. أما في هذه المرة بصرف النظر عن التاريخ ومقصوده، فالإخوان المسلمون يتحدثون عن معركة إصلاح وتغيير وليس عن شخصنة هذه المعركة. نحن مع هذا الاحتجاج السلمي نؤيده لأن الدعوة إليه واضحة، أنها قعود في البيت وعدم يعني النزول للشارع، بما يؤكد أننا بعيدين عن حالة الفوضى أو الصدام أو الشغب أو كل المظاهر التي يمكن أن تشوه صورة الاحتجاج السلمي الحضاري الذي يتفق الجميع على دواعيه، أن الفساد قد بلغ إلى أن السيل بلغ الزبا، وأن الأمور قد بلغت إلى حد يعني لا يمكن أن تستمر مسيرة الأوضاع العامة في مصر أكثر من هذا، حين يقتل الناس في طوابير الخبز، وحين يقتل الناس تحت أنفاض العمارات نتيجة فساد حكومي وممارسات فاسدة، حين يقتل الناس غرقى في عبارات فساد لرموز سياسية محسوبين على النظام الحاكم، حين يأكل الناس لحوم الحمير والكلاب، حين يعجز الناس عن شراء السلع الرئيسية، حين يصبح يعني مرتب عضو هيئة تدريس الجامعة أقل من 40. سيد بلتاجي، أمام هذه الأسباب الكبيرة التي ذكرتها تكتفون بما سميته أنت القعود بالبيت، يعني الجزء المتعلق بخليك بالبيت دون الخروج في مظاهرات مقاطعة السلع والمواصلات وما إلى ذلك من مظاهر الاحتجاج. هل ذلك لأنكم تخافون أو تتخوفون من أي تصادم مع المباشر مع الدولة؟ أنا أميز وأفرق بين أمرين. نحن لا نسعى لصدام مع أجهزة الدولة، نحن نتحدث عن أن مؤسسات هذه الدولة هي ملك الشعب المصري جميعا، نحن نحافظ عليها نحميها بأنفسنا، لكن لابد أن نرسل رسالة الاحتجاج واضحة للفساد حتى لا يستمر هذه المسيرة أكثر من هذا. الإخوان المسلمون لا يخافون وهم يؤدون هذا الاحتجاج. نزل الإخوان المسلمون لمسيرات ومظاهرات الإصلاح في الشارع في 2004 ضد تعديل المادة 76 وضد التعديلات الدستورية، وتأييدا لموقف القضاء حينما كان العدوان على السلطة القضائية ورموزها. القضية ليست قضية خوف، لكنها قضية أن الإخوان يطالبون بإصلاح حقيقي. نحن نتحدث عن ضغوط احتجاجية يمارسها الشعب المصري من أجل إصلاح مسيرة الأوضاع التي بلغت هذه الصورة المتردية التي يقر بها رموز النظام أن الفساد بلغ الركب. هل ننتظر حتى يبلغ الفساد إلى الأذقان ويغرق الشعب المصري؟ لا يمكن أن يقف الإخوان المسلمون متفرجون إزاء هذه الأوضاع. نحن نتحدث عن وسائل حضارية سلمية متنوعة، احتجاجات الأطباء، احتجاجات أعضاء هيئة التدريس، احتجاجات العمال. شكرا جزيلا لك محمد البلتاجي أمين عام الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، كنت معنا من القاهرة. شكرا لك.